بتعمل ايه يا جمال؟ تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك. ايه بابا، انا كان لازمني فلوس وخفت اقول لك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما بيعدينيش والعيال بتنقلصوا عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه العيل زيك في الشهر ما يكفوكش. ليه؟ بتشرب حاجه؟ لا ربنا يابا. تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي. ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان انت ابني يا جمال. الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا. عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوا مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويدار عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك. هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يابا. آخر مرة تعملها. حاضر يابا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة، أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي. 400 جنيه معاك اهو. هات الموبايل وخد 50 جنيه دي كمان خليها معاك. ماشي يابا. يلا. تعمل ايه؟ سيب المفاتيح دي يا اخي. هفتح انا يا بابا، خليك انت مرتاح. يا اخي مين قال لك ان انا تعبان؟ روح يا اخي شوف كليتك. ما انا النهارده ما عنديش كليه. يا ابني ما تتعبش قلبي، روح شوف شغلك، روح كليتك الله يهديك. خلاص يا بابا، هستناك ونروح سوا. يا اخي انا عايز اخرج اهوي نفسي، سيبني. يا بابا انت ليه مصر تبعدني عن الصيدليه؟ امال انا دخلت الكليه ليه؟ لا اله الا الله، يا اخي ده مش اسلوب مناقشه على الصبح كده واحنا لسه صاحيين من النوم. الله، انت حد مسلطك عليا؟ يا عم روح شوف شغلك بقى. خلاص يا بابا، هروح افتح انا وتعالى انت على مهلك. لا اله الا الله. يا اخي غلبت اقول لك ان الاجزخانه دي في حاره شعبيه، يعني فيها عيال بلطجيه ومجرمين ومدمنين، واحنا مش ناقصين مشاكل. يا بابا الناس دي مش في الحاره بس، في اي منطقه هتلاقي منهم كتير قوي. يا اخي هم عرفوني وانا عرفتهم، وانا عرفت ازاي اتعامل معاهم، هم عرفوا ازاي يتعاملوا معايا. من فضلك بلاش مشاكل يا اخي، روح شوف شغلك. يا بابا مفيش صيدلي ما بيتعرضش للمشاكل، ولا انت بقى بتخاف منهم؟ ايوه يا سيدي بخاف منهم. ايه عايز حاجه؟ ما انا مش لاقي مبرر غير ده غير بقى جدول المخدرات اللي بينقص كل يوم. اخلص بلاش قله ادب. انا عمري ما طلعت قرص مخدر من صندوق المخدرات الا بروجيتا، فاهم ازاي؟ مش انا اللي يغلط الغلطه دي. اطلع بره، امشي. انا اسف يا بابا، انا كنت بلفت نظرك. بتلفت نظري؟ انت بتلفت نظري ليه يا اخوي؟ ما تيجي تاخدني قلمين احسن. اطلع بره، اطلع. يا عطية مش كده، صوتك جايب لاخر الدنيا. عمل لنا كوبايه شاي يا نهد. حاضر من عينيا، بس قول لي بقى ايه اللي مزعلك يا اخويا؟ مالك؟ يا ست جاي يسحب ويفتح درج الكومودينو وياخد المفاتيح ومصر يروح يفتح الاجزخانه. ما تسيبه يفتحها يا عطية، ما تسيبه يا اخويا، ولا انت عايز تقعده في البيت زي البنات؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه، شغل الحاره ده عايز خبره معينه، ده مليانه بلطجيه وعيال حراميه واللي مش هيعرف عليه. ان جيت للحق
هي حاره تقرف. بس عالم غلابه مش لاقيين اللي يفهمهم ويفهموه. والله هو ده الكلام اللي جايبنا لورا. انت حر في ابنك، انا نازله. راحوا فين؟ الكوافير. بقول لك يا كابتن، انتوا لسه بتعملوا مظاهرات؟ ده اعتصام. اعتصام، هما مش قالوا هيحلوها؟ هما بيقولوا كده بس مفيش جديد. مفيش جديد. طب ما تعرفش صفاء سعيد فين ولا ما تعرفهاش؟ دي زميلتي، خرجت هي وخالد يجيبوا لنا حاجه. خالد مين؟ زماننا. وحضرتك مين؟ ألف شكر. النبي يا رب لك لحبيبك النبي، يسرها لي، فكها عليا يا رب. انا مش طالبه منك غير ان احج مره واحده بس. انا نفيسه، انا ام عبد الله الغلبانه، انا منكسره. يسرها لي يا رب، مره واحده بس يا رب، احج مره واحده بس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في ياما انا عبد الله ياما. ايه يا واد، جاتك نصيبه تاخدك. داخل يا واد تسحب زي الحراميه كده ليه؟ ياما انا دخلت بالراحه عشان ما اقطعش دعاكي. يعني هتقطع رقبتي؟ مش حسن ما توقع قلبي في رجليا؟ حقك عليا ياما، معلش انا اسف. وايه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، قلت اريح ساعه وبعد كده انزل تاني. اعمل حسابك بقى، عايزين نلحق نبني الفرن. فرن ايه ياما؟ فرن الكنافه بتاع كل سنه. ياما الفرن ده خلاص ما بقاش يجيب همه. يجيب همه ما يجيبش همه، اهي عاده ربنا ما يقطعها. وبعدين اهو بيجيب 20 30 جنيه في اليوم، مش وحشين. ومين اللي هيقف فيه؟ انا مش فاضي. هنشوف لنا واحد كده غلبان على قد حاله نديله قد 10 جنيه في اليوم، وانا هقف معاه. تقف ازاي ياما؟ انت تعبانه. تعبانه؟ يا سلام، لو انت يا واد كنت يعني شلتني يوم قرايه فتحتك عامل حسابك على كده. طب ما انا نزلت لوحدي على اسم الله، النبي حارسها جاتها نصيبه. حاضر ياما، حاضر حاضر، هنعمل الفرن. وتفوت على الواد كريم علشان يعمل حسابه وابعتهولي عشان احاسبه. حاضر ياما. انا كل ما اكلمك تقولي حاضر حاضر، جرالك ايه؟ مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هقول لك ايه ياما غير حاضر يعني؟ طب اسمع بقى، اوعى تخليني ادعي عليك، اعمل حسابك. والله لو ادعي عليك لا تتقسم نصين، هتتقسم نصين وانت عارف كويس. يا ريت نتقسم نصين عشان اخلص من اللي انا فيه ده. ايوه يا اخويا ايوه، نام وانت عامل زي الطور كده، نام نامت عليك حيطه. خلاص خلاص، هو انا ناقص؟ خلاص. صفاء صفاء صفاء. ايوه يا صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي، احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعه، رحنا نجيب اكل لينا ولزمايلنا. مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بيمشوا معاك في المظاهرات، المظاهرات اللي انا منعتك منها. يا صلاح، ده مستقبلي ولازم اقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكليه. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايده، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابه الاطباء. كله كلام وبس، ومفيش اي خطوه بتحصل. اللي انا عايزك تحطي في دماغك حاجه واحده بس، انا اخوكي وبكره هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. وانت من اهل. رحت فين؟ ايه جو التقل ده؟ هو الواد جابر. الو، ولا جابر؟ ابو كريم، مساء الفل يا حبيبي. اسمع بس،
انا على النت دلوقتي وعمال الاغي في واحد صاحبي وببعت له رسائل. اسمعني يا عم. ببعت رسائل ما بردش عليا. يعني ايه ده؟ مشغول ايه؟ بقول لك فاتح النت، قصدي فاتح النت. اكتب ايه؟ يا عم كلمني عربي. يا عم ما البرنامج عندك. ايوه انا منزلهولك، هتلاقيه عندك على الماي كمبيوتر، هتلاقيه في الدين. اي يا عم اسمع بس اللي انا اقول لك عليه اعمله. دوس اكسبت. ايوه فهمتني؟ هتقعد بقى دوس التالي لحد البرنامج ما يفتح. استنى. فتح. بعتت رسالة اهي. ايوه. انا على البالتوك، مكتوب كده ها؟ على البالتوك في غرفة شعر. حلو قوي كده، عيش يا عالمي. واحدة يا ابن اللعيبة. ولا يونس مين؟ انا كريم يا عم اخبارك يا انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ يا ابني الايه؟ تعالى لف. يا دي يا يونس. تعالى انت اللي فكرك بايه؟ وحشتني ياض، من ايام الاعداديه ما شفتكش يالا. ما المدارس هي اللي فرقتنا يا كريم. الله، طول عمرك كانت بتقول كلام عسل. بس هو مرمي على الحيطان اهو ما اتباعش. اقعد تشرب شاي؟ اشرب. اقعد. زمن ياض ما جيتش الاوضه دي. فاكر؟ كنا بنذاكر سوا بس انت كملت علامك. انا ماليش فيه يابا. يا ريتني ما كملت، اهو التعليم قعدني في البيت. اهو اسمك اتعلمت وخلاص. بقول لك ايه؟ قول. ايه اخبارك ياض مع الشعر؟ تسأل ليه؟ يعني ما تاخذنيش، يعني بقالك يجي 7-8 سنين كده بتكتب شعر وما سمعناش عنك حاجه. الدنيا اتلخبطت يا كريم، اي حد بقى يجيب ورقه وقلم دلوقتي ويكتب له كلمتين ويقول لك شعر. كل الشعر ده انت اللي كاتبه ها؟ كتبته في قد ايه؟ بتاع 7-8 سنين كده. ياه 7-8 سنين يا صبر ايوب. بقول لك ايه، ما تديني شويه. شويه ايه؟ شويه شعر ياض، مالك؟ ده انا صاحبك يالا شقك. هو موجود قدامك اهو، شوف انت عايز ايه وخده، بس اشرب شاي الاول واسمع لك كلمتين يمكن ما يعجبكش. هتعجبني ان شاء الله، قد المشيئه بس. بجد؟ ياض ما انا جاي اسمعك اهو، ما تقول. بص، لو في غمضة عين تتغير حاجات. الله، يعني ايه بقى؟ يا ابني يعني لو غمضت وفتحت وفي حياتك حاجات حصلت مش حلوة يا ريتها ما حصلت. حلو ده، كمل يا كمل. لو في غمضة عين تتغير حاجات والذكريات تنسي الألم. يعني ايه بقى الذكريات تنسي الألم؟ مش طريقة سمع شعر دي أبدا. اشرب. جرايه يا يونس، تخطط عليا ولا ايه؟ ما تفهمني يا اخي. يا ابني افهمك ايه؟ الشعر ده يتحسن من جواك. تحسن من جواك؟ لا يا عم، انا افهم الكلام الاول والاحساس يجي بعدين. ده لما بقول لك بقى شعر فرنساوي. ما اختلفناش. بقول لك ايه، انا عاوزك في موضوع مهم. اتفضل قول. انا عاوز استلف شخصيتك يعني كده وشعرك. ازاي بقى؟ ازاي يعني ايه؟ امال عامل لي شاعر وبرم. ودي مالها دي؟ مش فاهم والله. انت فاضي كام يوم كده؟ هيكون ورايا ايه يعني؟ خلاص سيب لي نفسك. المية دي للشرب بس يا رضا، اوعي تطبخي بيها ولا تغسلي. في ايه؟ ابوك والحربايه كانوا بيتودودوا النهارده. على ايه؟ الولايه عماله تزن على دماغه، ياخدوا الاوضه دي ويطلعونا الاوضه اللي بره. مش هتجيبها البر الوليه دي الا لما تخليه يطردنا من البيت. اعملي نفسك ما سمعتيش حاجه. معقوله يا بلال؟ معقوله يا اخويا ننام في الاوضه اللي بره؟ ده اللي ماشي في الحاره يسمع فيها دبه النمله. يا رضا اصبري بس لما يفتح معايا الموضوع ساعتها نشوف. اقول لك خدي هاتي لهم غدا بكره وروشي كده بكيلو لحمه ودخلي لهم ياكلوا، يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. ما نشوف. خلي
بالك اللي احنا لفينا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دولت، احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. ربنا يخليك ويبارك لك. هات يا عم. عبد الله عندي بس الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه ده فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. خد هلا. سمي بقى وخش برجلك اليمين على اساس فتحه خير يعني. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. طب وتاكسي تاكسي ايه وجبنا تاكسي والحلو تاكسي هوبا هوبا هوبا. بقول لك ايه يا صاحبي، اللي اوله شرط اخره نور. تمام كده، محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها؟ ليه يا عم الحاج ليه؟ اما بنعمه ربك في حد. ايوه يا حبيبي، حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم، من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه. نبيل انا على يدك مجرد المصنع يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش واحنا كاتبين على نفسنا وصل ولا ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه، محدش يعرف اي حاجه، واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده. يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقولش لحد ولا صباح ولا حتى امي. واما وتعالي يما وجبنا تاكسي 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 وتعالى وانا تاكسي ويما بس يا بيه بس يلا الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا ناديه يا بنتي، قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالباه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعمل ايه في امك بقى؟ تعمل ايه يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش، بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالع على محطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه؟ يلا مع السلامه. نصيبها كده بقى، اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. السلام عليكم. وصفوني الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب. خش يا عم اتفضل يا ريس. اتفضل. مؤاخذة بس شغالك بتروق كده. لا عادي خالص. تشرب ايه يا باشا؟ ولا عايز اشرب ولا اي حاجه، انده له يلا خلصت. انت هتلاقي نايم ولا حاجه؟ ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. اتفضل. انت بتعمل ايه يا عم؟ ايه اللي بعمل ايه؟ الشقه كانت وسخه شويه قلت انضفها. ما في واحده بتيجي تنضف كل اسبوع. خلص بس غير هدومك كده وتعالى عشان في واحد مهم جاي يسمعك. واحد مهم يسمعني؟ ما جبتوش الاستوديو ليه؟ يا عم استوديو ايه اللي هيشوفك هناك بتعمل شاي؟ عندك حق. يلا. طب انا هلبس. غير بسرعه واطلع بسرعه يلا. نورت يا ريس. الله يخليك. هو فين؟ جاي حالا اهو. اهو تعالى يا شباب. السلام عليكم. اهلا. ما هو كويس اهو. ما شاء الله. بقول لك يا بالشوق اقعد كده بقى يا ابني، وعايزك تسمعني حاجه، بقالي كتير ما سمعتش صوت حلو، سمعني يلا قوام اوان. على الحامي كده. حلو استاذ زكي، اتقل منتج كاسيت في بلدك، ملك المضروب. يا عم هو عاد فيها كاسيت؟ قول يا ابني قول سمعني. حاضر. طب دوزن كده يا سامي ولا حاجه؟ دوزن. هتقول ايه؟ ست. ست. يا سلام. تمام جاهز؟ اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري. الله، هو ده. انت يا ابن امك ده عيالك، انا همضي معاك النهارده، ايه رايك؟ مبروك يا شاوي. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده عن الجواز. يا حماة الإسلام وحراس العقيدة هنتكلم عن الجواز. خدوا بالكم بقى، الجواز لازم نسهله
ونيسره. سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه وتعقدوا بناتنا وشبابنا. الحكاية مش ناقصة. بلاش مغالاة في الطلبات. يعني ايه؟ المهر كام؟ والشبكة بايه؟ والفرح فين؟ وإيشي قايمة وإيشي عفش وإيشي. ارحموا شبابنا، ارحموهم. بلاش تخلوا الشيطان يلعب في دماغ الولاد والبنات والعياذ بالله. ايوه، يسروا الجواز. الجواز له رزق مستخبي. سبحان الله ولا اله الا الله. وحد الله يا سيدي، قل لا اله الا الله من قلبك. الجواز له رزق مستخبي. واحد فيكم هيقول لي يعني ارمي بنتي يا استاذ تمام؟ اقول له لا، انا ما قلتش كده. ما بقولش نرمي بناتنا، لا، احنا نيسر نسهل. الشباب اليومين دول بقوا شايفين ان الجواز ده حلم، معجزة، عملية مستحيلة. من ايه؟ من الشروط والطلبات والموالاة. فانا بناشدكم التيسير وبقول لكم يا اخوانا الجواز له رزق مستخبي عند رب كريم. ولا ايه؟ سبحان الله ولا اله الا الله. واحد فيكم هيقول لي طب بعد ما يتجوزوا هياكلوا منين؟ إيه؟ ويصرفوا ازاي؟ وهيربوا عيالهم فين؟ وهيدخلوا عيالهم مدارس ولا هيرموهم في الشارع؟ جرى ايه يا سيدي؟ هو انت شفته يعني خلف اصلا؟ سبحان الله. وبعدين ما كل عيل بيجي برزقه. ولا انتوا نسيتوا انه لا حيلة في الرزق؟ وحد الله، قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. 5 كتبت على ساق العرش: لا راحة في الدنيا، ولا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا سلامة من ألسنة الناس، ولا راد لقضاء الله. امال ايه يا مؤمن؟ مش كده يا سيدي؟ لا حيلة في الرزق. بس مش معنى كده يعني ان لا حيلة في الرزق الواحد يقعد يطبق بقى ويقول له لا حيلة في الرزق يجي وقت ما يجي. لا، ما هو اسعى يا عبد ونسعى معك، ولكل مجتهد نصيب، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم. ولا ايه يا اخوانا؟ لابد ان احنا نسعى. الاهالي يرحموا الشباب، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه. بتعمل ايه يا وليه؟ بغسل غيارات البيت تهاني. ولا تستاهل، انا لو منك احرقك. عليا دين بسدده، والدين ما بيرحمش. ياما عذبت ابويا وامي وانا صغيره، واديني بدفع الثمن. اهو بنتك بتطلعوا عليا. انت السبب، كل ما اجي اكسر رقبتها تحوشيني عنها. خايفه عليك يا اخويا لا تضربها ضربه تموت فيها. يا ريت ده يبقى يوم المنى. بتقول كده وبس حد يكلمها كلمه بتبقى عايز تاكله. لو كان ليها اخ كان زمانه ريحني. نصيبنا. ادعي لها يجي لها ابن الحلال اللي يتجوزها ويلمها ويرحمنا من اللي احنا فيه. استنى انا بقى على ما يجي ابن الحلال ويشوفها ويوافق عليها. بقول لك ايه، ادعي لها ربنا يهديها. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم، شرفت وانست البيت. منور باهلي يا استاذ تمام. ابوك كان معايا في المدرسه يا حنفي. وخرجت من سنه اولى ابتدائي. عملت خير، يعني هم اللي اتعلموا خدوا ايه؟ الحمد لله. الشاي يا زينب ولا تتغدوا الاول؟ لا الحمد لله، خيرك سابق يا استاذ تمام، واكلين قبل ما نيجي. انا والشفا، اهلا وسهلا. الشاي اهو. ازيك يا حاج ابراهيم؟ الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ما شاء الله كبر حنفي، انا ما شفتوش من هو عيل صغير. ربنا يخليك يا ام. عن اذنكم. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بقول يا حاج ندخل في الموضوع على طول. وماله، اهلا وسهلا، اتفضل. هو قوي. احنا جايين نتكلم على بنتك عيشه، ومش هنلاقي احسن منك تحط ايدنا في ايده وناخد عيشه لابننا حنفي. ده احنا تحصل لنا البركه، ده انا اوصلها لك لغايه البيت يا حاج ابراهيم. ولا العشم برضه يا استاذ. وانت بتشتغل ايه يا حنفي؟ حنفي بيشتغل في الموبايلات، بيبيع ويشتري لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف له شغله دايما.
موبايلات. وبتقبض كام في الشهر يا حنفي؟ انا عم بشتغل لوحدي. يا ابني انا مش بقول لك انت بتشتغل مع مين، بقول لك بتقبض كام، يعني دخلك قد ايه تقريبا؟ يعني 20 30 جنيه في اليوم اللي ربنا بيكرم بيه. حضرتك يا استاذ تمام انا هبني شقه في بيتنا لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله. والله يا حاج ابراهيم انت عارف ان دي بنتي الوحيده، ومن غير ما تزعل مني شغلانه ابنك مش مضمونه. وانت سيدي العارفين يا حاج، انت زي حالتنا اللي جاي على قد اللي رايح، والهم تقيل وكتير. يعني لو قدرت تقف جنب ابنك يوم ولا 2 ولا شهر ولا 3 مش هتقدر تقف جنبه طول العمر. وهو هيعمل ايه يا استاذ؟ ما انت عارف ما فيش شغل في الحكومه اليومين دول. والشقه دي قدامها كتير. انا بقول ندور على شقه محندقه كده ايجار جديد لغايه ان شاء الله ما ربنا يسهل ونخلص بنا. ايجار جديد ما تشربوا الشاي. ما انت عارف البر وغطاه يا استاذ. والله انا ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج ابراهيم. هو مش معقول يعني يا استاذ في يوم وليله هنجوزهم. وانا ما اقدرش اطول فتره الخطوبه. حط نفسك مكاني، دي بنتي. معلش يا حاج ابراهيم ما تزعلش مني، اعفيني، انا في حل من اي اتفاق. معقول يا استاذ؟ انا مش عاوزك تزعل مني يا حاج ابراهيم، احنا طول عمرنا جيران وعشره طيبه. لا ربنا ما يجيب بينا زعل. انا كنت عايز بس احط ايدي في ايدك عشان نساعده. ايدي وايدك ما تكفيش يا ابراهيم يا اخويا، ما انت شايف الدنيا واللي بيحصل فيها. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وابنك مش صغير يصوم بقى. ربنا يقدم ما فيه خير. استاذن انا. السلام عليكم. يا بدر يا ابراهيم اخويا. يلا يا حنفي يا ابني. السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت وانست. ما تزعلش مني يا حنفي يا ابني، كل شيء اسمه نصيب. عادي يا عم. مع السلامه. السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ في ايه؟ قفلت عليهم الطريق ليه؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا زينب؟ ارمي بنتي؟ ده واد صايع شغال في الموبايلات. موبايلات ايه؟ دي شغلانه اللي مالوش شغلانه اصلا. وانت يا اخويا يعني لما جيت تتجوزني كان حيلتك اي حاجه، لكن هقول ايه بقى؟ العيال دول حظهم مهبب ب60 نيله. الزمن غير الزمن يا زينب. الراجل الحاج ابراهيم ده ولداه عنده قرطه عيال، هيلاحق على مين ولا مين؟ لكن ابوك الله يرحمه ما كانش حيلته غيرك. خلاص بقى انت مش رفضته. وانت يعني متضايقه قوي كده ليه يا زينب؟ هو يكون في حاجه بين البت والواد؟ لا يا اخويا فشل، بالعكس مفيش اي حاجه خالص، بس احنا بقى قلنا البت نسطر عليها ونخلص منها. خلاص خلاص بقى يا زينب، كل شيء اسمه نصيب، والبت لسه عيله صغيره. انا عايزك بس تقعدي مع البنت كده وتجرجريها في الكلام، لا تكون تعرف الواد من ورانا ولا في بينهم اي حاجه، وطمنيني يا اختي. حاضر يا اخويا حاضر. ربنا يستر. الراجل اتأخر قوي، مش عاوزه يتأخر كده. يا عذرا هاتي بالسلامة، ده انا ماليش غير لا واد ولا بنت. يا واد ابوك تعب قوي وعايز يستريح. انزل بقى يا عادل اقعد في وسطينا، يعني هما الخواجات احن مننا عليك. ما تتهد بقى يالا، اتهد بقى واقعد في حته، اركز شويه. أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة 58 شخصا في حادث انقلاب قطار الصعيد المتجه إلى الجيزة، وقد أصيب في الحادث حوالي 120 راكبا تم نقلهم إلى المستشفى. يا سبتي